السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد. النهارده هاخدكم معايا بقى نروح الدكتور برمح. انا كنت خايفه منه حصل اللي هو ان انا اوديه الدكتور ويتعب. سيبكم من الدكتور ان هو يتعب. هو عنده عنده رشح جامد في مناخيره، وبقاله كام يوم عنده امساك، وانا جبتله قطره اللي هي لايس. وبرضه مش عامله له حاجه، وعمال يخنفر جامد بمناخيره وعنده امساك ومش بيعمل بيبي يعني وكده. فانا هاخده النهارده هروح بيه عند الدكتور، بس اول حاجه هغير له هدومه. عموما هو الدكتور عندنا يعني على الشارع، مش بعيد. مين اللي لفه كده؟ طب سامعين مناخيره عماله تعمل ازاي؟ يا حبيبي يا صغنن. اول حاجه بس بصوا، دي بطاريه نضيفه ماما غسلاها، ربنا يخليها يا رب. اوريكم الاوتفيت. ودي هدومه اللي هي الداخليه. انا بلبسه واحده نص، طبعا هي عامله كده عشان دي مغسوله. واحده نص وواحده كم، دول كلهم كانوا جداد، وواحده قط اهي. انا يا جماعه الحاجه ممكن تشوفوها كبيره، بس انا ما بجيبش الحاجه على القد. ودي اللي هي الكفوله. كفوله اسمها كفوله، اللي هي اللفه دي اهي. وادي البنطلون بتاعه، كل ده هيلبسه. وهلبسه البيجامه دي جميله، بحبها قوي عشان كده هلبسها له. عنده هدوم لسه جديده اصلا ما لبسهاش. تمام. ويجي بنطلون اهو ماشي. اوريكم بقى الحاجات اللي انا بستخدمها. ده بامبرز بتاعه، وده كريم الحفاضه بتاعه برضو حلو قوي الكريم ده. وبستخدم له الكرونيا دي يعني بتعطر له هدومه كده، يعني دي ما تتعبلوش صدره ولا تكتم له مناخيره ولا حاجه. وده زيت جونسون، ريحته حلوه، بدعك له بيها جسمه عشان برضو بيغير جلد، فبرطب له جسمه. بس كده. النهارده مش هحميه عشان طبعا احنا خارجين، فممكن ياخد برد اكتر. حاجه كده قدامي، وهمسح له بقى رقبته وكده ومكان البامبرز بالوايبس عشان خاطر القطن خلص. تمام. بسم الله. وطبعا هلبس له شراب. يا رب بس الاقي الدكتور فاتح بعد كل ده. بسم الله. هلبسه واجيلكم تاني عشان خاطر ما اطولش عليكم. عايزه اقول لكم ان هو تعبان قوي وعمال لي كحي كمان، ف بجد انا متضايقه بجد والله. محبوش، انا كنت تعبان اصلا، وانا احب ان انا اوديه الدكتور كل شويه بالذات في السن ده. انا اصلا محبش حوارات الدكاتره. هو عنده برد يعني، اكيد هو برد، يعني ده اكيد برد. انا عندي يعني يكون عنده امساك، ممكن طبعا الاطفال طبيعي يجيلها تقلصات من اللبن وكده، بس حوار ان هو يكون بردان ده بصراحة انا بتضايق يعني. ربنا يستر بقى.
انا محبش الاطفال يجيلهم برد، لان ممكن يقلب معاهم قدر الله يعني. انا عندي عقده بقى من البرد والكلام ده بسبب غزل. بسم الله. بصوا انا غيرت له هدومه كلها، ملابسه الداخليه والخارجيه، وحتى الكفوله والبطانيه وكل ده انا غيرتهم. تمام. بسم الله. طبعا يا جماعه ملبساه بيجامه، يعني ان هو مش رايح يعني يتفسح عادي، هو كده كده محدش هيشوفه اصلا. انا جايبه له يوم خروج، يعني سلوبيتات للخروج وكده، بس انا لو لبستها له دلوقتي هتبقى كبيرة عليه جدا. يعني هو رايح الدكتور على الشارع يعني، مش بعيد. بصوا دي كلها هدومه اهي اللي كان لابسها. عارفاها فين بقى؟ عارفاها هنا في الكفولة القديمة. اسمها كفولة ولا انا بفتي ولا ايه؟ لفة كفولة. مش الكفولة دي اللي كانوا بيحطوها زمان بقى مكان البامبرز؟ انا جبتها من الكفولة دي. لفة، اسمها لفة. ايوه الكفولة دي اللي كانوا بيحطوها زمان البيبي مكان اللفة. يا لهوي، نسيت احط له، معلش يا كوكو، نسيت احط له اسمه ايه ده، المرتب بتاع الحفاضة. هنقلع تاني، معلش. حقك عليا، عايزة اقول لكم انه قاعد بيه في وشي كل لما اغير على كده. لا مش عايزة، لسه شاربة. عايزة اجيب لكم فبريك، انا لسه شاربة اصلا. بسم الله. نلم بقى دنيتنا كده، عشان ايه؟ انا حاسة كده ان ماما هتكرشني، ده احساس. بصوا ده ترمومتر كانوا عاطشينهولي بس بفلوس طبعا في المستشفى. هتلاقي حتى كل حاجة مكتوب عليها غرفة 204. أنا كنت في غرفة 204. أنا والدة يا جماعة في مستشفى المدينة للمرأة اللي في سموحة عندنا في اسكندرية. عايزة أقول لكم مستشفى تحفة جدا، هي غالية بس حلوة قوي، فيها رعاية صراحة كويسة جدا. وبصراحة بأمانة ربنا أنا أول مرة أولد، ومع إنها الولادة الرابعة يعني ما شاء الله، ولكن أنا فرق معايا كتير قوي إن أنا أبات في المستشفى. يعني أنا كل ولادة ما كنتش بوافق إن أنا أبات في المستشفى، لكن المرة دي فرقت معايا كتير قوي بصراحة إن أنا أبات في المستشفى، لأن هما طول الليل كانوا بس طول الليل كانوا بيعتنوا بيا بصراحة. يعني مش زي كل مرة كنت بتعب قوي لوحدي. صياحة درش. أنا بس تعبانة يا جماعة، وهروح دلوقتي بقى عند الدكتور ويا رب الاقيه فاتح، يا رب الاقيه فاتح. عموما انا ما لقيتش الدكتور اللي انا بوديهم عنده فاتح، هاخده واروح بيه على مستشفى النوبية التخصصي عندنا برضو، في الدكتور هناك كويس قوي. فتابعوا بقى معايا الفيديو الاخر ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا
ودعوله ان شاء الله ان هو ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. يلا بينا. شكلي ايه ده الخريمة؟ يعني شكلك ايه ده الخميره وانا شكلي يفتح الخريمه. الخريمه الخميره. واحد تعبان بس صحي من النوم. ما انت زي الجنه اهو، الصبح كانت بتموت، دلوقتي الحمد لله ربنا نفخ في صورتها. قمت بالسلامة. نفسي بقى ايه، شايفه ده؟ نمت. لا ده بصي الشمس حرقت وشي، عايزه اعمل عمليه تجميل في مناخيري. لا لا عسل. ايه بتلعبي في خلقة ربنا حرام. عارفه بنت الحلال والحرام. الدكتوره يا جماعه، يا رب نلاقيه فاتح اهو. لا ما عامل الستيكر دي. لا ما ما عمل استيكر، لا هو عنده هناك اهو. ايوه اهو استني اقفل ايه. ماشي ده اهو هناك اهو في العمارة دي. يا رب الاقيه فاتح. انا هدي السكة يلا بينا. ولا عمار سامعك عمو. دكتور محمد غانم فاتح دلوقتي؟ فاتح؟ ماشي شكرا الحمد لله فاتح. يلا حبيبي يا جماعة، عايزة اقول لكم عمو رايق قوي قوي، مشغل ام كلثوم. الدكتورة اللي انا كنت بتابع عندها برضه كانت في العمارة دي. كل الدكاترة اللي بتابع عندها في الدور التاني ولا هنا؟ هو انا الدور التاني كان. استني، دكتور محمد غانم فين؟ هنا؟ هنا. تعالي، انا بقالي يوم ما جيتش عنده، نسيت. هنا اهو محمد جمال غانم. نطفي بقى الكاميرا وندخل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. دي مريضة ولا فكرتي فاطمة. حبيبي انا لسه جايه من الدكتور، وقال لي ان هو عنده مشكله في مناخيره يعني، وعنده تقلصات في بطنه، وعينه كمان بتعمص كتير، فدي بسبب مناخيره برضه. المهم كتب لي على علاج وانا ايه جبته له هوريهولكوا دلوقتي. بس لما جيت بقى لقيت انسه غزل على البنطلون، والدنيا عندها في الضياع. المهم رحت محمياها وبلبسها دلوقتي. بس اول حاجه عملتها اول ما جيت اديت رمح العلاج عشان خاطر ايه مناخيره بتخنفر خالص. ثواني بقى ايه، عشان البت دي جنتني. بصوا يا جماعه، انا بقى ايه ليل ونهار ما بعملش حاجه غير ان انا بعمل ايه، بحمي ده وشطف ده غير ده واكل ده، يعني انا بيبي سيتر بالظبط كده. اهي يعني غزل. ثواني انزلي كده، انزلي كده. كلهم عندهم برد، وهي بتغير كمية بامبرز بسبب البرد. طبعا انتوا عارفين المقصود كان ايه. البامبرز يا جماعة ده مكملش اسبوع معايا. تعالي بقى، هدومها اقسم بالله ما بتكمل يوم عليها نضيفه. يلا البسي. انا عايزه اغير لها، عايزه ابطلها اصلا البامبرز ده
اسندي هنا يا روحي، البسي البنطلون. دي بنت مجرمة. البسيني البسيني. كخ كخ. بس اجيب لهم مناديل وانا طالعة. هبعت حد دلوقتي يجيب لهم. التلاتة عندهم برد، الأربعة عندهم برد. يلا البسي البسي يا غزل. أنا قلت لها الهدوم الداخلية خالص، عشان خلاص بقى الجو ايه، الصبح بيبقى صيف، بالليل بيبقى شتا، فمش عارفة صراحة الوضع غريب. نامي كده نامي كده نامي. فانا لما الجو كان حر قلت لهم الهدوم الداخليه بسبب ان هما بيتحروا قوي وبيعرقوا، ودي بقى عندها بيجيلها فوران، تفضل تورش في دماغها وفي جسمها، فانا بخاف عليها قوي البت دي عشان خاطر هي جسمها بيبقى فظيع قوي في الصيف. بس فقالت لهم الهدوم، بقيت ملبسه كل واحد فيهم فانيلا وهدوم الشتاء، لكن لسه انا ما غيرتلهمش يعني، فاهمين؟ الزوم كان عامل لي ادب. بس قوم يلا. لبست لها ترنج قديم عشان خاطر يا جماعة كل الترنجات بتاعتها فاتحة وبتخليها زي الزفت بجد. بس هو انتي مش هتسمعي الكلام ليه؟ كده. طبعا. يعني ايه كده؟ لا بما انه بقى قطع فكمل عليه وقطع ده. لا ماما. كده اقفل، اطلع واقفل. طب روحي اقفل يلا عشان طالعة تطلع. يلا اقفل. يلا طب اقفل اقفل يلا، انت جاية. اوعى ايدك، اقفل اقفل جامد يا اسد، اقفل. يا لهوي على العيال، العيال اقسم بالله غنتني بجد. بترقصي؟ عايزه اقول لكم ان انا وريت للدكتور صوره رجليها دلوقتي، لان انتوا عارفين ان هي كان عندها تقوس، فقال لي هتعالج ان هي محتاجه تحاليل واشعه تنمين عشان يشوف الدنيا مشيت عندها ازاي، لان قال لي التحاليل بتاعتها كانت عاليه قوي. تعالي يلا. عايزه اقول لكم الترند اللي هي بتلبسه ده كان بتاع اسد. البسي بنتي يا ماما وبنتي يا زفت. يلا عشان نسرح لك. اتفضلي اتفضلي يا انسه. بسم الله. بصوا بقى انا بعمل لها ايه، مره بغسل لها شعرها بالشامبو ومره بحمام الكريم، يعني برضو يعني انا مره بغسل لها شعرها بشامبو وحمام كريم ومره بحمام كريم بس. انا برضو بعمل كده مع نفسي يعني، لان الشامبو كتير اصلا بيخلي الشعر يبقى ناشف ومش حلو، لكن حمام الكريم بيرطب طبعا الشعر، فهو الاحسن ان انتي تعملي كده برضو. بسم الله. والله انا كنت الايام، معلش، كنت الايام اللي فاتت اللي هي في رمضان دي بعمل لها شعرها تسريحات حلوه قوي، وفي العيد بس الواحد ملوش مزاج يا جماعه دلوقتي خالص والله، وكيسة التوك كلها اصلا بتاعتهم نسيتها في البيت، فانا اصلا عايزه اروح البيت اجيب شويه حاجات من هناك. بسم الله.
دي بقى لما اسرح لها ما بتسيبش شعرها في حاله، يعني يا ريت بتسيب شعرها في حاله، لا لازم تشيل التوك، وحتى بتعمل كده مع اختها. يعني هي يعني يا ريت مثلا بتعمل كده مع نفسها بس، لا وبتعمل كده مع اختها، وتشيل لاختها التوك بتاعتها. ليه؟ ما اعرفش، يعني انا حقيقي ليه السبب ايه هو انا مش عارفاه. هقوم دلوقتي بقى اخلص اسرح البيت واقوم اعمل الغدا. بصي كده، بصوا بقسم ده شعرها كده. طول ما انا بنتي يا ماما، بنتي يا ماما. يعني ما تفهموش هي بتحترمني ولا بتهزقني. زوزو، هو انت ليه مش هتحترمي نفسك شويه يلا كده؟ انت امتى هتبقي مؤدبه؟ كده تعملين وبتعيطي ليه وانا بحميكي؟ كده. يعني ايه كده؟ ها؟ يعني ايه كده بجد؟ يعني كده نمشي عند مين مثلا؟ ردي. امتى هتبقي مؤدبه انت؟ انا اصلا ما ربيتش غير اسد، يعني انا اصلا ما ربيتش غير اسد، دول ما تربوش اصلا. وكل حاجه مضيعينها، كل حاجه بيضيعوها هي واختها، ودي بقى بتعلم اختها. هقفل وارجع لكم تاني بقى عشان وقت الفيديو كده هيطول قوي. ايه رأيكم بقى يا جماعة؟ حبيت بس اوثق معاكم اللحظة دي ان هي عمرها ما بانت في الكاميرا مسرحة. غزل، هو انت ما تبقيش مؤدبة كده كده؟ يا جماعة بصوا، هي مش فاهمة اصلا الكلام، فاهمين؟ ارقصي كده. وهي كذا ماما. اوريها لك. انت اسمك ايه؟ وهي ماما لا طب قولي اسمك الاول. خلاص مش هوريها لك، قولي اسمك ايه؟ كذا اسمك ايه؟ كذا دودو غزل زوزو وعماد. باباك اسمه ايه؟ حماد. شاطرة. عماد ايه؟ حماد حبيبي. عماد حبيبك. وانا اسمي ايه؟ ماما ماما ايه؟ حبيني. ماما ايه؟ ماما حبيني. ماما بتحبك. لا اقعدي عدل. اسمي ايه انا؟ شروق. اوه صح. اوه صح. اوه شروق. ماشي. ماشي. ماله ماما. اهي وريتها لك اهي. دي بنت فظيعة. بصي بصي. بصي ماما. مين دي؟ ماما ماما ايه؟ ماما حبيبتي. انت قلبي. اللي تكلم بنت غزل. غزل حبيبتي. تعالى. يلا بينا بقى. تعالى. يلا بينا. يلا بينا.